أهلاً بيكم. أنا عندي 36 سنة، بشتغل في السعودية مهندس كمبيوتر ومصمم مواقع ويب. أنا أهلي كانوا ناس غلابة جداً وعلى قد حالهم، وأنا الابن الكبير، وعندي 6 بنات أخوات متجوزين ومخلفين. سافرت السعودية من حوالي 12 سنة، يعني أنا سافرت وعندي 2 سنة، وطبعاً أنا حبيت إني أكمل نص ديني، وطلبت من أهلي إن هم يشوفوا لي زوجة محترمة وبنت حلال علشان أتقدم لها بقى واستقر، وإني أشوفها الأول، وإذا تمت الموافقة أنزل في ميعاد أجازتي وأخطبها واكتب الكتاب عليها واخدها ونسافر. وبالفعل ده اللي حصل. اقترحوا عليا إن هم يخطبوا لي بنت الجيران. أنا كنت عارفاها من وهي صغيرة، كنت بشوفها. كانت بنت كده شكلها رقيق وبنت مهذبة. شفتها كذا مرة لما كنت بنزل أجازة، ولما كبرت كانت بنت هادية وفي حالها ومش بتاع مشاكل، وكانت بتلبس لبس محترم جدا ومحتشم، وأنا عارفة عنها إن هي بتحب الخير، لدرجة إن من التزامها فتحت مكتب كانت بتحفظ فيه الأطفال القرآن. ده بالإضافة إن كل أهالي المنطقة كانوا بيحلفوا بأخلاقها وبيشدوا بسمعتها الطيبة. ولما أهلي اقترحوا عليا إني أتجوزها، طبعاً وافقت على طول، لأن أنا أهم حاجة عندي هي الأخلاق الإنسانة اللي أنا هتجوزها، وأنا مصمم ومراعي إنها لازم تكون إنسانة محترمة ومتدينة وعلى خلق. وبالفعل أنا اتقدمت لها وخلاص، واتفقنا إن أنا في أول أجازة هنزل واروح واعمل الخطوبة وكاتب الكتاب كمان، واخدها معايا واسافر. في الحقيقة أنا ما كنتش عاوز أعمل فرح، لأني مش بحب الدوشة والزيطة بتاعة الأفراح. شايف إنها فلوس بتترمي في الأرض وملهاش أي قيمة. كده كده يعني الناس مش بتطلع تشكو في حاجة. فكنت مقرر إن بالفلوس اللي هعمل بيها الفرح أجيب لها بيه دهب أحسن، أو ممكن أفتح لها بيه حساب في البنك، وزي ما هي تختار. وقلت أول ما نرجع مع بعض هعمل عمرة أنا وهي. طبعا لما أهلها وافقوا، أختي طلبت منهم رقم تليفونها وضعتته ليا. بدأت بقى أتكلم معاها في التليفون علشان أتعرف عليها أكتر، وهي كمان تتعرف عليا وعلى طباعي. قلت يعني إن إحنا ناخد وندي عبال ما تيجي الإجازة ونعمل الخطوبة وكمان كتب الكتاب كده على طول. لازم برضو نتعرف على بعض ونعرف طباع بعض. أنا بصراحة لقيتها إنسانة محترمة ومتدينة جدا، وكلامنا مع بعض كان في غاية الاحترام وفي الإطار المسموح بيه. أنا ما كانش من طباعي إني أبقى زي الشباب اللي هم بيجوا يخطبوا يكلم خطيبته في كلام فيه تجاوزات وتلميحات، ودي ما كانتش طباعي. وأنا ما كنتش أحب أبداً إني أحط مراتي اللي هي هتبقى مراتي المستقبلية في وضع زي ده. وصراحة أنا حبيتها واتعلقت بيها قوي، وهي كمان بدأت تحبني وتتعلق بيا، لحد ما جه ميعاد أجازتي ونزلت، وكنت جايب لها معايا هدايا كتير وكمان لأهلها. ورحت قعدت مع أبوها وشفتها في الحقيقة. لما أنا شفتها عن قرب انبهرت بجمالها، وحسيت إنها جميلة جدا من بره زي ما هي من جوه جميلة. كنت حاسس إن ربنا عوضني على سنين غربتي بيها، وأنا حتى أحلى بنت وأكتر بنت محترمة في الدنيا. كنت مبسوط بيها جدا جدا. وبعد يومين عملنا الخطوبة وكتبنا الكتاب، وبدأنا نجهز الورق بتاعها علشان تسافر معايا. لكن الدنيا اتلخبطت فجأة لما أبوها تعب جامد قوي ودخل المستشفى، وكل الشواهد كانت بتقول إنه خلاص هيقابل وجه كريم. طبعاً إحنا فضلنا شهر كامل رايحين جايين عليه في مستشفى، وكل التجهيزات والترتيبات وقفت بتاع الجواز، وكانت حالته بتسوء أكتر وأكتر لحد ما أجازتي انتهت وكان لازم أرجع السعودية. ساعتها طلبت من مديري إنه يسمح لي بأسبوع كمان، لكن رفض وقال لي لأ، أنت لازم ترجع، وأنت عارف كويس قوانين الشغل، وإن القوانين صارمة جدا، ولو ما قدرتش أرجع ممكن ده يازي شغلي ويتنشوا في السعودية. وطبعا نظرا لظروف حماية وتعبه الشديد أنا ما قدرتش أخدها معايا، وهي فضلت هنا جنب أبوها وإخواتها، وأنا سافرت. وكنت بطمن عليها كل شوية بالتليفون، وبطمن على أبوها اللي حالته بدأت تتحسن نوعا ما، بس برضو ما قلتش إنه حصل شفا. يعني كانت حالته وحشة، بس أهو شوية اتحسنت لحد ما عدى أسبوعين من سفري. ساعتها اتفقت معاها وقلت لها خلاص، طالما باباكي خرج من المستشفى وطمنت عليه، أنا هبعت لكي علشان تجيلي زيارة 3 شهور وترجعي تقعدي مع أبوكي تاني.
وبعدها ترجعي تاني وتستقري معايا. هي طبعا وافقت على الاقتراح ده، واتفقنا على الكلام ده خلاص، وبدرنا نتكلم بقى في التليفون كل يوم بعد ما ارجع من الشغل. لكن بدأت ألاحظ إن هي بتتطلق في الكلام لمواضيع غريبة. في البداية بدأت تسألي أسئلة غريبة شوية، زي مثلا وحشتك ولا لأ؟ أنت بتعمل إيه لما بوحشك؟ هو يعني المفروض أعمل إيه؟ طبعا أنا كنت بتكلم معاها عادي زي ما أنا متعود، في حدود المسموح بيه، لكن هي ما كانتش بتتراجع عن أسلوبها ده. بتتكلم معايا بمنتهى الجراءة، وإني بوحشها قوي، وإنها حلمت بيا، وإنها حلمت إن إحنا كمان مع بعض، وكلام من ده كتير. أنا كنت بسمع الكلام ده وبتصدم، كنت مستغرب. إزاي بتقولي الكلام ده؟ معقولة دي اللي أنا كنت بكلمها وكانت دايما بالكلام بحساب، دلوقتي هي اللي بتكلمني كده؟ ده أنا ذات نفسي لما أسمع الكلام ده بتحرق وبتكسف منها. والمفاجاه لما لقيتها بتطلب مني إن إحنا يكون بينا علاقة في التليفون. ولما سألتها إزاي، قالت لي إنها عرفتها بالصدفة، وبدأت تقرأ عنها من باب الفضول لما دخلنا في موضوع الجواز. طبعا ده كان بالنسبة لي كلام غير مقبول أبدا، وكنت حاسس بصدمة، لأن أنا أساسا عندي إن الإنسانة اللي هتجوزها تكون محترمة وعلى خلق. عمري ما أقبل إن مراتي هي اللي تتكلم في الحاجات دي. ده أنا بخجل إني أقول لها حاجة زي. طبعا لما ضغطت عليها وقلت لها إني مصدوم، بدأت تقول لي ده مش حرام، وإحنا متجوزين، واللي إحنا بنعمله ده مبرر لبعض. وقالت الزوجين وهم بعيد عن بعض بيحصل بينهم أكتر من كده. بس أنا كنت حاسس إن في حاجة غريبة ومش فاهمها. وبصراحة ما كدبش عليكم، أنا ضعفت واستجبت لها، وفعلا حصل بينا حاجات على التليفون، واتصدمت لما لقيتها عارفة كل حاجة، وبتقول كلام جريء جدا أنا كراجل ممكن أتكسف أقوله. بعدها أخدت منها جنب وقعدت كذا يوم مش بتكلم معاها، لا تليفونات ولا رسايل، لحد ما لقيتها بعتالي فويس بتعيط وبتقول إنها زعلانة من موقفي، وقالت لي إن ده معناه إن أنا شاكك فيها ومحتكرها، وإنها نزلت من نظري، وقالت إنها عملت كده علشان ما آمن ليا، وإنها خلاص قدام ربنا إن جوزها وأنا حلالها. وقالت إنها ندمانة إنها اتسرعت في الكلام ده، بس ده من حبها. أنا بقى بصراحة اللي عملته معايا مش مريحني، وبفكر إن كل واحد فينا يروح لحاله. طبعا هي زي ما هي، أنا ما قربتش ناحيتها، كل اللي حصل كان كلام تليفون بس. أنا بفكر إن كل واحد يروح لحاله، لأن أنا خلاص مش مأمن لها، وبصراحة نزلت من نظري. بس برضو قلان إن أنا أكون بظلمها، مع إني لو انفصلت عنها هديها كل حقوقها. يا ريت تقولوا لي رأيكم، هل فعلا أنا لو انفصلت عنها هكون بظلمها، ولا اديها فرصة تانية بعد الكلام اللي قالته؟